أهلا وسهلا بكم في أخبار جديدة من داخل النادي الأهلي. رسميا نادي الكوم الأحمر يعلن تمسكه بحقه في نسبة من انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة، مؤكدا أن اللاعب وقع استمارة الانضمام للنادي عام 2017 بحضور والده، وأن تأخر التحرك جاء لحين الحصول على أصل الاستمارة مع اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق النادي. عامر العميرة ردا على مطالب نادي الكوم الأحمر بنسبة من قيمة بيع حمزة عبد الكريم من الأهلي لنادي برشلونة لتوقيعه على استمارة للنادي في عمر 9 سنوات. مبدئيا رد عامر العميرة: لا توجد تعويضات تدريب لأي نادي في انتقال حمزة عبد الكريم، لأنه كان قد وقع عقد احتراف مع النادي الأهلي قبل انتقاله إلى برشلونة. ثانيا، المساهمة التضامنية تبدأ من سن 12 عاما فما فوق، ووفقا للمستند المنتشر من نادي الكوم الأحمر كان اللاعب في سن التاسعة، كما أن اللاعب لم ينتقل من نادي الكوم الأحمر إلى الأهلي بصفقة بيع، وبالتالي لا توجد أيضا نسبة إعادة بيع. عموتة يطلب من رشيد بن محمود الذي كان ضمن الجهاز الفني للركراكي في مونديال 22 التواجد معه بالأهلي. لا معلومات مؤكدة بشأن تدوير واقعة حسام حسن مع الحكم الرابع لمباراة بلجيكا في تقرير حكم المباراة، لكن كان واضحا تفهم الحكم الرابع لإنفاع المدرب الفراعنة بدليل عدم استدعاء حكم الساحة لإشهار بطاقة صفراء في وقتها. عز الكراوي المدرب المساعد السابق لحسين عموتة: الحسين عموتة مدرب كبير ومحترم جدا ويمتلك شخصية قوية وفكر تدريبي مميز. عموتة قدم نجاحات واضحة في كل مكان عمل فيه. كان دائما يعتمد على اختيار الجهاز الفني الذي يعمل معه بنفسه، لأنه يجب أن يحيط به بأشخاص يثق فيهم ويتفقون مع أسلوبه في العمل. بشكل عام أعتقد أن عموتة بعد تولي تدريب النادي الأهلي نادي القرن سيكون أمامه فرصة كبيرة للنجاح وصناعة فريق قوي قادر على حصد البطولات، لأنه مدرب يعرف جيدا كيف يحقق النجاح تحت الضغوط. حسين عموتة المدير الفني الجديد للنادي الأهلي استهل مهامه الرسمية بدراسة شاملة لكافة الملفات الفنية وتقارير الأداء الخاصة بلاعبي الفريق الأول، ويهدف عموتة من هذه الخطوة السريعة إلى تقييم القوام الحالي بدقة وتحديد الأسماء التي سيعتمد عليها في مشروعه القادم. شهدت كواليس النادي الأهلي وضع المدير الفني حسين عموتة للمدافع أحمد رمضان بيكم تحت المراقبة الفنية اللصيقة لتقييم مستواه بدقة لحسم الموقف النهائي للاعب، سواء باعتماده عنصرا أساسيا وتثبيت استمراره أو إنهاء فترة تواجده مع الفريق. بعض من مسؤولي النادي الأهلي وجهوا انتباها المدرب المغربي حسين عموتة إلى عدم حصول ثنائي قلب الدفاع أحمد رمضان بيكم وهادي رياض على فرصة حقيقية لإثبات جدارتهم. ومنحت إدارة الأهلي حسين عموتة صلاحيات كاملة في حسم قائمة الموسم المقبل. وأنهى النادي الأهلي موسمه المنقضي مخيبا للأمال جماهيره بعد خسارته في مختلف البطولات التي نافس عليها باستثناء لقب السوبر المصري. ودخل المارد الأحمر مرحلة إعادة ترتيب الأوراق مع مدربه الجديد حسين عموتة لتصحيح المسار العاجل وتفادي تكرار سيناريوهات الموسم المنقضي الصادمة للجمهور. خلصت حلقتنا، ما خلصتش أخبارنا. انتظرونا في حلقات جديدة قادمة من داخل النادي الأهلي ومن داخل كأس العالم للمنتخب المصري. أشكركم شكرا جزيلا. لو أنت لسه مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات على الكل ليصلك كل ما هو جديد عن النادي الأهلي. أشكركم شكرا جزيلا وأشوفكم إن شاء الله على خير.